ندعو الشيخ عبد الرشيد صوفي رئيس لجنة التحكيم لمخاطبة الحفل وإعلان نتيجة التسابق، فليتفضل مجديا مشكورا مأجورا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. نحمده بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المرضية عنده الشافعة لأمثالها، ونسأله أن يصلي ويسلم بأفضل الصلوات كلها وأكملها وأجملها على سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ورضي الله عن ساداتنا الخلفاء والأئمة الحنفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ورضي الله عن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين، وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله أن يرضى عنا معهم والمسلمين أجمعين. بادئ ذي بدء، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. فخامة الرئيس خادم القرآن الكريم حقا لا مجاملة، السيد وزير الأوقاف، سيد رئيس مجلس الوطني، السادة أصحاب المعالي من الوزراء والسفراء، والحفل الكريم، أيها الحفل الكريم بكل مقاماتكم وشرفكم، أحييكم وأبلغكم نيابة عني، نيابة عن نفسي أصالة، ونيابة عن إخواني في لجنة التحكيم لجائزة الخرطوم الدولية في دورتها التاسعة، أبلغكم يا سيادة الرئيس وأهل السودان جميعا أسمى آيات الامتنان والشكر والعرفان لما لمسناه من حفاوة وترحيب. لا أكون مجاملا إن قلت لم نجدها في أي بلد من البلدان. أي نعم والله، أقولها كمحكم ذهب إلى بلدان كثيرة لتحكيم الجوائز القرآنية، ما رأينا مثل هذه الحفاوة والترحيب والاستقبال والمحبة وفتح القلوب قبل البيوت. ما رأينا مثل هذا الحفاوة والاستقبال التي حظينا بها. عيشنا في هذه الأيام عيشة الملوك والوزراء والسفراء، فأكرمكم الله كما أكرمتم أهل القرآن، وأجزل ثوابكم وأعطاكم فوق ما تتمنون. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذا البلد، وهو إن شاء الله محفوظ بالقرآن. وهل شيء أعظم من القرآن؟ ليحفظ الله به ما شاء من شاء من عباده. يا أهل السودان أبشروا بالخير، لن يأتيكم ضير ولا شر أبدا ما دمتم للقرآن داعبين وما دمتم للقرآن رافعين. نعم أيها الإخوة الكرام وأيها الحفل الكريم،
حقيقة تعشر الكلمات ولا تحضرني، وما استحضرته من كلمات قد تطايرت وذهبت، وكان لي بعض الأبيات من الشاطبية أخذها مني هذا الولد المقدم حفظه الله ورعاه، ولكن أقول أيضا أتمم ما قد قال الإمام الشاطبي في كتابه في قصيدته اللامية في القراءات السبع، وهي 1173 بيت، يقول في المقدمة لفضل القرآن: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. كل شيء يردد يمل منه إلا القرآن، كلما رددته كلما ازددت فيه تجملا، أما غير القرآن كلما كررته ازددت فيه تململا. ثم قال في الآخرة: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. يناشد في إرضائه، يناشد القرآن رب العالمين في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. أقول لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي المتسابقين والمتسابقات: تسابقتم وتنافستم في هذه الجائزة العظيمة، وهذا التسابق له كما ستسمعون عن قريب إن شاء الله له جوائز حددت، ولكن كلها طاقات بشرية. إنما جائزتكم الكبرى عند من؟ عند رب العالمين، لأنكم حفظتم كلام الله. الله تكلم، إذا تكلم الله في الوحي في السماء صعقت الملائكة، فإذا أفاقوا سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لا يعلمون، الملائكة لا تعلم ماذا قال الله، لكن بمجرد علمهم أن الله تكلم صعقت الملائكة. فكيف بك أيها الإنسان وقد خاطبك الله بكلامه العظيم؟ وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. أقول للمتسابقين والمتسابقات: الله فضلكم. إن الله تعالى في مقام الامتنان على نبيه رغم كثرة ما أعطاه من الخير والنبوة والمكانة الرفيعة لم يذكر إلا القرآن، فقال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا أزواجا منهم. وعند ذكره لقدرته على سلب هذه النعمة لم يذكر إلا القرآن: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إنه كان عليك كبيرا. فأبشروا يا أهل القرآن فإن الله أعطاكم ما لم يعطي أحدا من أهل الدنيا. جعلني الله وإياكم ممن حفظ القرآن وعمل به. لا يفوتني الشكر لجمعية القرآن، وأنا لي السنة الثالثة التي أحضرها، سنة قد حضرت كعضو في لجنة التحكيم ورقوني هذه السنة ورفعوني وجعلوني رئيسا جزاهم الله خيرا، وسنة حضرت في ضيف شرف لهذه المسابقة. في كل سنة أجد فيها تنوعا وتقدما وتطورا. ولا يفوتني أن أذكركم أنكم ما تسمعون من أسماء ما يتلى عليكم من الفائزين في المراكز ما فرقت بينهم إلا نقاط، ليس درجات. ولا أبيح سرا إن قلت لكم أن 49 منهم فوق 90.
من الدرجة المئوية، 49 منهم فوق 90. ولذلك صعب على لجنة التحكيم أن تحكم في متميزين مثل هؤلاء. وكان في السنة التي من قبل قد حضرت، كان هناك غلام من طاجكستان كان عجبا وأعجوبة في حفظه، لا حفظ الآيات فقط بل حفظ الأرقام. تقول له صفحة كذا يذكر لك الآية، تقول له قبلها 5 من الصفحات يذكر لك. ولكن أثناء لجنة التحكيم واستماع تلاوته كعادة البشر وهو طفل صغير يعني بدر منه خطأ بسيط، فما كان من التحكيم إلا أن تقرع الجرس، وكأنها قرعت بذلك قلوبها. فقلت وأنا لست بشاعر في الأمسية، ولا يفوتني أن أشكر هنا رجال الأعمال في هذا البلد الكريم، فإنه ما من ليلة إلا ونحن في بيت من بيوت أحد من هؤلاء الفضلاء. فقلت في تلك الأمسيات حضرني شطر بيت لا أجد له تكميلا. الذي حضرني أني قلت عز علي يا فتى قرع الجرس، فأتمه لي عاصم جميل بباق لأنه شاعر، قال فأنت يا من لقرآن حرس وذا أبوك يجنين ما غرس، يا فارسا بوركت أنت والفرس. أقول هذا لأخبركم بما عانيناه في هذه الأيام مع استمتاعنا بتلاوة القرآن، إلا أن تمييز هؤلاء بهذا الفارق الضئيل لو يسمعون منا أهل جمعية القرآن لقلنا أكرموهم جميعا كلهم واجعلوهم كلهم فائزين، فكلهم فائزون عند الله تبارك وتعالى. أطلت الكلام لأني ذهب عني كل شيء استحضرته في هذا المقام، ولكن أتمم وأختم كلامي ونحن كما قال أخونا الدكتور عبد الرحمن حفظه الله ورعاه في مقام يرجى فيه قبول الدعاء، فنرفع أيدينا وأكفنا إلى الله وندعو فنقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نسألك يا الله يا كريم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ هذا البلد يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل السودان، اللهم احفظ أهل السودان من في مشرقهم ومغربهم وسائر بلدانهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم ارفعهم كما رفعوا راية القرآن يا رب العالمين. نسألك أن تمن على مرضاهم بالشفاء يا رب العالمين، وأن تعطي وتنيل كل واحد منهم سؤله فيما يرضيك عنه. نسألك يا الله أن تغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم أزل الشحناء والبغضاء عن قلوب المؤمنين، اللهم اجعلهم كلمة واحدة على من سواهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، العادة أن رئيس اللجنة يعلن نتائج الاختبار في هذه الجائزة، ولكن وكان هذا يعلم الله ميلا مني وقد وقع ذلك في اختيار الإخوة، سأسلم إعلان هذه النتيجة لأخينا الفاضل سالم الهاشمي ليعطيكم إياها بصورة شيقة طيبة ترضون منها إن شاء الله، وتسامحوننا نحن كذلك، وخصوصا يا شباب يا حافظين ويا حافظات نستسمحكم فاسمحوا لنا إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.